وصفة النهاردة وصفة سهلة قوي، وصفة حلويات خطيرة، بقلاوة السميد أو أصابع الجلاش أو رول الجلاش، سموه زي ما تحبوا، بس الحشوة مختلفة شوية. حشوة لذيذة جدا وهتعجبك. أول حاجة هنبدأ بتحضير الحشوة: كوبايتين من اللبن، 4 معالق كبار من السميد. أنا هبدأ ب3 معالق وهشوف هحتاج المعلقة الرابعة ولا لأ، وفعلا أنا احتاجتها عشان ناخد القوام السميك اللي احنا عايزينه للحشوة دي. معلقة كبيرة من اللبن البودرة، لو مش موجود مفيش مشكلة، بس هو بيعلي الطعم قوي وبيخليه لذيذ. ومعلقة كبيرة من القشطة برضو لو موجودة، يعني احنا ممكن نكتفي باللبن والسميد بس. اخر اضافة بتكون الكريم شانتيه، ودي معلقة كبيرة، وده بعد لما بنطفي على الكريمة، وده بيكون القوام بتاعها. ممكن بقى تضيفوا اللي تحبوه من نكهات. انا ضفت فانيليا، ممكن ماء ورد، فده على حسب كل حد بيحب ايه. هفضيها بقى في بولة ازاز وهغطيها بكيس حراري. ارجوكوا كيس حراري مش كيس بلاستيك عادي، علشان يكون صحي وما يكونش فيه مشكلة لما يتلامس مع السطح السخن. هنجهز بقى الصينية دي، صينية مقاس 30، فانتوا ممكن طبعا تستخدموا مقاس اصغر. هنحتاج ورقتين من الجلاش، وهنبدأ ان احنا نقسمه بالشكل ده النصين كده، وهنحشي بالعرض مش بالطول. طبعا على حسب مقاس الصينية انتوا بتظبطوا بتشوفوا المقاس المناسب ايه. هندهن الوش بالسمنة او زيت لو تحبوا، بس انا مستخدمة السمنة. واسهل طريقة بقى ان احنا نحط الحشوة، نحطها في كيس حلواني ونبدأ ان احنا نستخدمها، سهلة جدا في التوزيع. بتحطوا طبعا الكمية اللي تحبوها، ممكن صف واحد او صفين، ونبدأ نلفها بالشكل ده. سهلة قوي. طبعا عايزينها تبقى اتخن شوية او ارفع، بس انا حابة الشكل الرفيع ده. وبرضو ندهن خفيف قوي واحنا بنلفها علشان تمسك على بعض. بس كده، وهنبدأ ان احنا بقى نرصهم جنب بعض. هنا بقى افكار لاضافات في الحشوة: انا حطيت جوز هند، مرة تانية حطيت فستق. ممكن تحشوا الحشوة اللي انتوا تحبوها، وممكن تبقى بالمهلبية العادية، بس حشوة السميدي فعلا لذيذة جدا. بس كده هنخلص الكمية كلها. وعايزة هنا اوضح لكم حاجة: كمية المهلبية دي كفت العدد ده من الجلاش او رولات الجلاش في الصينية دي. انا كان عندي حشوة قبل كده فزودت كمان صفين، فاذا الحشوة دي تعملوها لصينية اصغر شوية. بس كده عشان اللي بيحب يعرف المقادير بالظبط. هتتقطع بقى بالشكل ده، بصوا التقطيع سهل. الكريمة ما بتطلعش لان هي سمكها كويس، وكمان لو حطيتوها في التلاجة قبل الاستخدام بتكون احسن بكتير بالنسبة للحشوة. هندهن بقى الوش سمنة وندخلها فرن، يفضل بس يكون سخن، وتاخد بقى اللون الحلو ده. وهي سخنة نسقيها بشربات ساقع علشان تفضل مقرمشة. بس كده، خلصت. سهلة جدا. بصوا شكلها حلو قوي وفعلا لذيذة. وبصوا الصينية ما لزقتش فيها ولا اي حاجة. بجد شكلها جميل وشيك قوي في التقديم، وسهلة كمان. فجربوها وان شاء الله تعجبكم، ويا ريت تقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.